صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المعصومين المظلومين. بعد والله من اعتصم بحبلكم بل من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا قال مولانا ثامن الأئمة الإمام علي بن موسى الرضا. التفتوا إلى هذا الحديث لأن له ارتباط فينا نحن ارتباطا وثيقا، فأبدوا التأمل جزاكم الله خير. قال مولانا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذا السؤال إنك الأحمد، ما بكم لو فقد الثالث من ولدي فتطلبون المرعى فلم تجدوه، أما والله لتمحصن ولتغربلن وليتركن فيكم الحليم حيران والمتيقن شاك. إخواني وأحبائي وأعزائي، تأملتم فيه؟ راح أحكي مرة ثانية حتى تركوا فيه شوية رجاء. كأن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يريد أن ينبه بولده الإمام الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. بس شوية سؤال يلفت الأنظار، وما بكم أنتم موالينا محبين شيعتنا، كل واحد من عندكم شو محضر لنفسه، شو مهيئ نفسه. ما بكم لو فقد الثالث من ولدي. من هو يجب الثالث؟ أولاد الإمام الولي محمد الجواد، علي الهادي بن محمد، الحسن العسكري ابن من؟ ابن علي الهادي. إذا ما بكم لو فقد الثالث من ولدي، يعني إذا فقد الثالث يقصد الإمام الحسن العسكري. يقول ما بكم لو فقد، أما والله لتمحصن ولا تغربلان. وراح نبين شنو التركيز، شنو التغربل. لتمحصن وتغربلان وليتركن فيكم الحليم. ايش بيه؟ قال حيران ما يدري وين يروح. والحليم حيران والمتيقن شاك. الإمام تكلم أمام حفيد، يعني بعبارة أخرى جمع من المؤمنين. التفت له واحد قال له سيدي لعلك تذكر غيبة قائمكم أو تذكر ولدكم القائم في آخر الزمان. شوفوا الجواب،
قال بلى. قال بلى. وما أكثر، شوف، وما أكثر من أن ينكره أشباح القردة والخنازير الإنسان. يقول الإمام ما أكثر من ينكره وينكر غيبته وهم أشباح القردة والخنازير. أما والله لتمحصن ولتغربلن وليتركن فيكم الحديث حيران والمتيقن شاق. زين. النبي صلى الله عليه وآله بالبداية خلينا نجي لمن؟ خلينا نشوف بناءنا احنا، أنا وأنت وهذا الملأ، ممن أقر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عليا وأولاده المعصومين هم حجة الله. وهيك شعرنا وهذا نعتقد به ولا؟ طبعا بضميمة ماذا؟ بضميمة السيدة الزهراء أم الأئمة. هذا اعتقادنا. نعتقد بأن هناك 14 معصومة نقتدي بهم، نخطو على خطاهم نروح منها، ولو احنا ما جاي نخطو على خطاهم. ليش بعد واحد؟ للإنصاف، للإنصاف، لأن احنا ما نقدر نخطي كخطى سلمان. سلمان وهو بدأ يمشون والإمام علي بن أبي طالب وياهم رايحين المدائن، قص لعبهم تناول أفكارهم. زين ولا؟ وإذا سلمان عجيب غريب، الإمام اليوم يلتفت لأبو ذر قال يا أبا ذر كم نحن؟ قال احنا 3، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسلمان المحمدي وأبو ذر. قال له ايش قد نصير؟ قال له 3. قال له زين 3 كم قدر نصير؟ قال له 6. قال له كم ماحي؟ ايش قد لي؟ فهو واحد قال له 7. قال له زين تقدر تميزني؟ قال له سيدي هاي كفي قدر، عفوا قدر وليس كفي، هاي قدر اعرفها، بس هاي ما اقول انها لسلمان ام هي لسيدي. قال له سلمان أجب أبا ذر، جاوب. قال يا أبا ذر أنا أحدو خلف علي بن أبي طالب سيدي ومولاي حذو النعل بالنعل، يعني أضع قدمي فوق لا أحيد عنها يمنى ويسرى. زين بروح أبوك إحنا جاي نشتغل هيك كل احنا سكت، كل احنا حتى انا نقول نحن قد نقول نقدر عليه شنو؟ نسوي والما نقدر، وهي هناك مصيبه، وهي ظلمه كبرى. احنا هسه شو يسحبونا هم المخالفين؟ شو يسحبونا؟ شو يسمونا؟ الروافض. احنا سمونا الروافض صح ولا لا؟ يكفينا فخرا أن نسمى بهذا الاسم لأننا رافعون للظلم الذي جرى على آل محمد صلى الله عليه وآله وعلى سائر المؤمنين. هذا واحد من مفاهيم ومعاني كلمة الرافض. يكفينا فخر أن نكون هكذا، لكن خاف ما ننتبه، خاف ما نقبل. وهذا واحد من الإمام الحسين عليه السلام قال له سيدي حملوني التحية والسلام. قال له منين جبت التحية؟ قال له من البلاد الكذائية، ذكر له مصر من الوصول. قال له أنت من عندهم؟ قال بلى. قال له زين لي إليك سؤال، إذا جاوبتني هذا السؤال كلكم حتى أنا وياكم، أنت الآن تخيل الحسين ويسألني شنو نجاوب؟ رجاء شنو نجاوب؟ قال له أنت من عندهم؟ قال بلى. قال لي إليك سؤال، إن أجبتني فأنت من شيعتنا، وإلا فلا تنسب لنفسك ما ليس فيك.
يعني شنو؟ يعني لا تبغي نفسك عنوان، أنت مو قدها، أنت مو واصل له. قال له يا ابن رسول الله اسأل وإلا تعلمت منك. قال له زين، رجاء صوتكم، رجاء صوتكم، تفعل ما نقول. اللي عنده موبايل خير رجاء، احتراما للمجلس، مو هي المجلس، هذا مو صحيح. قال له إذا كنت من شيعتنا تفعل ما نقول. الشيء اللي نقوله احنا انت تسويه. هسه هذا السؤال هو نفسه. احنا يلا انا وانت نجاوب. شو نجاوب حجاج؟ يقول له تفعل ما نقول، يعني احنا كل اللي يقولون اهل البيت نقدر نسويه؟ مو لا. اذا نقول نعم نظلم نفسنا، نظلم نفسنا. فشو نقول؟ نقول لا ابويا ترى احنا نسوي جزئيات. فهذا سكت ما جاوب، لا قال له بالجزئيات ولا قال له بالفرعيات ولا قال له بالكليات، سكت ما عرف يجاوب. قال له إذا لا تنسب لنفسك ما ليس فيك، واعلم بأن من شيعتنا جبرائيل، واعلم أن من شيعتنا ميكائيل إسرافيل، من شيعتنا إبراهيم الخليل خليل الرحمن. لما اطلع على تلك المنزلة للأئمة وشيعتهم، من قال ربي هؤلاء نعم أعرفهم بس هاي وراهم شنو؟ وهو شيعتك على منابر من نور. قال شيعة هؤلاء، قال اللهم اجعلني من شيعتهم. اجى القرآن ايش بين؟ قال وإن من شيعته شنو؟ إبراهيم. هاي المسألة. فإخواني هاي كمقدمة، احنا كمقدمة علما الحديث خلينا ليش قلت لك نسأل أرواحنا. عجل الله تعالى ظهور الإمام. أنت كضمان أنت تروح للإمام يقول لك أهلا ومرحبا. إذا تقول لي عندي أنا أشك. نعم كل احنا شنو؟ نرجو ذلك. نرجو من الإمام شنو؟ أن يقبلنا. ليش؟ تعرف ليش يقبلنا؟ لأن احنا على علاتنا، على مشاكلنا، على مولانا المسائل اللي عندنا، كل شيء عندنا مو على علاتنا. احنا نقول له إذا ضربنا مو عدل شام ملتفتي ولا، فما نرجو إلا جدك بعث الله رحمة. أنت امتداد من؟ لتلك الرحمة. فشئت أن تعذب وإن شئت أن تعفو. الله نعطيه صلاحية. التفت. فيلزم منا أن كل واحد ماذا؟ يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن في الدنيا، في الحياة الدنيا ولا شنو حساب ولا عقاب، وفي الآخرة ماذا؟ جزاء، إما وإما، ولا عمل، ما هو بعد الموت. فالإمام يشير يقول ما بكم لو فقد الثالث من ولدي. هسه احنا وياكم وبين أظهركم وأمام عيونكم وأنتم تكذبون. أنتم كذبتم الرسالة وكذبتم الرسول، وقسم من عندكم دخل في الإسلام وما دخل إلا بماذا؟ إلا كرها، أو دخل ماذا؟ مولانا شنو؟ بالفلوس. دول مؤلف قلوبهم وأمثالهم. زين؟ فإذا ما بكم لو فقد الثالث من ولدي فتطلبون المرعى فلن تجدوه. هنا شلون يعني الحالة؟ كأن الإمام يشير إلى وقوع الغيبة لولي الله الإمام الحجة بن الحسن. الإمام ولاية تدرون بها سنة 255 من الهجرة. استلم زمام الأمور للإمامة سنة 260، يعني عمره ايش قدر؟ 5 زين. ايش قد مكث الإمام؟ مكث في أمة محمد صلى الله عليه وآله 69 إلى 70 سنة.
أطلق عليها هذه الفترة بفترة الغيبة الصغرى. تقدر تراجع كتب الغيبة وتشوفها موجودة، يوم الخلاص للدكتور كامل سليمان، تقدر تراجع غيبة الشيخ النعماني، غيبة الشيخ المفيد، غيبة الشيخ الطوسي، موسوعات متعددة كثيرة كلها تتحدث عن هذا المعنى. فالإمام شنو من 69 إلى 70 سنة غاب، لكن مو غيبة معتمة، لا، كان اكو سفراء 4 عندنا، سفراء 4 زين موجودين، يعني حسين بن روح، ابنه سعيد، وكذلك من بعد عثمان، واخر واحد يا هو السيمري. اي نعم. فهنا القضيه انا شاهدي وين؟ شاهدي انهم 4 هو اللي يتصلون بالامام. القضيه هنا حتى محلوله، لكن الامام يشير الى هذه الحقيقه، يقول ما بكم لو فقد الثالث من ولدي، كانما اذا فقد يعني اذا وقعت الغيبه الكبرى. هنا قضيه يريد يبين انه من لم يعتقد بامامه الامام الثاني عشر هذا راح انتهى الحضيض، لأن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى تلك الحقيقة، يقول من لم يؤمن بإمامة ولد الثاني عشر، ما يؤمن به، يؤمن به شنو؟ كإمام معصوم وكوجود موجود، اثنين كذا، كإمام موجود ما يؤمن به كان كمن آمن بجميع الأنبياء ولم يؤمن في نبوة محمد، لذكر الصلوات. عيدوا هذا الله ديكم. يقول احنا انه اللي ما يؤمن بوجوده وإمام معصوم يعترف به كان كمن آمن بجميع الأنبياء ولم يؤمن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فالإمام يقول ما بكم، يقول أنتم إذا لزمتم طريقنا باور واليتمونا واتبعتمونا أخذناكم في بر الأمان، وإلا لا، اللي يجي منا ومنا ياخذ الهوى كيفما يريد، فهذا راح وين؟ إلى الحضيض. أنا أتوصل عندي شاهد تفتولي، عندي شاهد تفتولي. شنو هو الشاهد؟ الشاهد أن الإمام يشير يقول بعصر الغيبة، أكرمك الله، بعصر الغيبة الكبرى لما وقعت، التفت السفير الرابع قال سيدي إذا كان فإلهين، يعني أنت إذا أنه تقع الغيبة الكبرى فإلى أين أمة محمد؟ وين دروها؟ شنو كان الجواب؟ شنو كان الجواب؟ الجواب قال له وين؟ وأما الحوادث فارجعوا بها إلى علماء أمة جدي محمد فإني حجة عليهم وهم حجة عليكم. زين، عندنا سؤال، هاي العبارة مطلقة ولا مقيدة؟ جاي يقول علماء أمتي، زين أخذ منين علماء أمتي مثلا؟ يعني منين أخذ مثلا؟ من المخالفين أم يدعي نفسه هذا عالم؟ مو القرطبي والفخر الرازي ومحمد الدين الطبري وفلان وفلان يقول لا 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 لا، مو هذا. من هم ذول؟ قال من كان مخالفا لهواه مطيعا لمولاه. اكو شرائع موجوده، يقول هذا اتبعوه. انا جبت جوابي هذا ردا على الآن هذه الزوعة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بين فترة وأخرى تصدر أنه لا تقليد، وهيك يسمعون أنا مش شنو تقليد؟
ما في تقليد، تقليد باطل. يا ليش؟ قال هاي كتب الشيعة. الشيخ المفيد يقول، الشيخ المفيد عنده باب من الابواب يقول عن الامام الصادق عليه السلام، زين؟ يقول دخلوا علي نفر سالهم من اي البلاد؟ قالوا من بلاد كذا. قال لهم من اين تاخذون دينكم؟ اسمع، قالوا لهم ناخذ من ديننا مما سارت عليه ابائنا. باول وابائنا عندهم اكيد رجال يحملون شيء من العلم واحنا وياهم. فالامام شنو كان جوابه؟ قال من اخذ دينه من افواه الرجال فقد زل او ضل. ملتفت؟ فاذا التقليد من افواه الرجال اذا للمرجع الكذائي والكذائي والكذائي، ذولا كلهم شنو ولا؟ افواه الجر. انت عمت عينك البعيد، انت غير تقرا الروايه صحيح. الشيخ المفيد ذاكر هاي القصه صحيح، بس انت ليش جيت تطوتها؟ انت جيت الان سويت لها شنو؟ انا فيديو كتر طوتها ونزلتها على القارئ. ليش تجي؟ كانه ذول اللي اجوا وقالوا لهم احنا ناخذ ديننا من افواه الرجال. فمنو افواه الرجال؟ قالوا له انه هذول اللي يحبون شيء من العلم. قال لهم لا، من اخذ دينه من افواه الرجال فقد ضل ومن ضل فقد زل ومن زل فقد كفر الى اخره. كانوا الامام هنا يشير يقول لهم ذولا مو عناوين، والحق انكم تاخذون دينكم مما منه اشار اليه القران وسنه محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين. طبعا اكو بحث موجود انفردوا فيه الاخباريه. التفتوا شويه، هذا موضوع حساس، انا ولو ما يطلبونه من عندي ما اطرح حواكي عنه، بس طلبوا من عندي انا اتحدث شويه. التفتوا، احنا لازم نميز. بعضهم يقول لك انه هذول اخباريه وهذول اصوليه وهذول مدري شنو. لا عمي، ترى القضيه غلط. القضيه غلط. التفتوا رجاء. كل المذهب مذهب اخباري. تفتوا شلون مثل اخباري؟ هنا كان المتحدث في من حقبه النبي يقول اخبرني النبي، في حقبه علي بن ابي طالب يقول اخبرني علي بن ابي طالب. شوف، النساء في حقبه الزهراء اخبرتني الزهراء. انتبه، النساء في حقبه زينب يقول اخبرتني زينب. الى عن الحسين اخبرني، الحسن اخبرني. اجوا السفراء قالوا اخبرني منهم صاحب العصر والزمان. صح ولا لا؟ اذا شنو وجه المغالطه؟ شنو وجه المغالطه؟ الآن احنا أكثر رواياتنا شنو؟ تعتمد على من؟ على الكافي، زين؟ على بحار الأنوار علامة المجلسي، على الشيخ الطوسي، على الشيخ المفيد، علامة الحلي، مرورا وين؟ في علمائنا المعاصرين حتى يومك هذا. فشنو حتى الراحات هذه؟ لا تقليد لا كذا. كان كذلك لا تقليد. إذا ما الفرق بينك وبين من قال حسبنا كتاب الله؟ صح ولا غلط؟ حسبنا كتاب. ايش لا تقليدون شنو اصلا باطل تقليدهم ثلاثه. من هم؟ مولانا المرجع الدين الجامع للشرائع هذا ما يقلدهم 100%. ليش؟ لديه القدره والقابليه على استنباط الحكم الشرعي مولانا وخلاص. الثاني ايضا منه المجتهد مولانا اللي هو مو مرجع، يعني لم يتصدى الى المرجعيه وما عنده رساله عمليه، لكن المجتهد. وذول كثيرين موجودين. هذا ايضا باطل يقلد. الصنف الثالث من هو؟ التفت، الذي لديه القدره والقابليه على استنباط الحكم الشرعي من الادله الشرعيه المضبوطه، اللي هو شو يقول العالم محتاط. يقال ان فلان لديه القدرة والقابلية، خلاص هذا أصلا دليل باطل. لكن أسألك سؤال، أنا وأنت وهذا الملأ، أنا وأنت وهذا الملأ عندنا مشاكل لو ما عندنا؟ عندنا مشاكل، تمام لو لا؟
زين هاي بالحالة شلون نحل مشاكلنا احنا ولا؟ إذا وقعت أنا بحكم شرعي مثلا أذكر لكم واحدة التفتوا مثلا زيد وعمر، زيد أو عمر التفتوا رجاء. عمر ابن زيد سافر، هسه راح البلاد وين ما كان. شاءت الأقدار نفس اليوم اللي سافر أو ثاني يوم أو ثالث يوم، الفرق مو مشكلة، اثنيناتهم وافاهم الأجل. اثنيناتهم شنو؟ وافاهم الأجل، لكن ما عندنا معلوم يثبت لنا أن الأب سبق الولد لو الولد سبق الأب. زين الغاية من هذا السؤال شنو؟ الغاية مو أكو ميراث موجود، أيهما يرث قبله؟ احنا اليوم ايش عندنا بالأحكام؟ إذا الولد يموت طول العمر للأولاد والله يرحمهم الراضين والشهداء جميعا، ويحفظ الآباء بحق محمد وآل محمد، إذا الولد وافاه الأجل قبل أبيه من الذي يرثه؟ من الذي يرثه؟ هو أبوه ولا لا؟ زين؟ صح ولا غلط؟ إذا كانت القضية بالعكس هو واضحة ما يحتاج، الولد يرث أبيه وانتهى الموضوع. إحنا الحادثة صارت عندنا بهالشكل، اثنيناتهم ولدين. في اليوم التالي الثالث مو مشكلة، المهم اثنيناتهم وافاهم الأجل، ما عندنا دليل يثبت أن هذا مات قبل هذا. فالحالة شلون؟ نوزع كيفنا لو لازم نرجع؟ قد تقولي نرجع للقرآن، نعم القرآن نرجع للقرآن، لكن مو كل شيء مولانا واضح في القرآن. يعني واضح عندك القرآن شو يقول؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر شنو؟ كان مشهودا، حافظوا على الصلوات والصلاة وسطى. نعرف نحن الذي ما نعرف. إذا وين رجعنا؟ القرآن قال لنا تعالوا بالترجمان. من هم الترجمان؟ الإمام الصادق يقول نحن الذي يعلم بتفسيره وتأويله من خاطب به وهم محمد ولا بيت محمد. فمثل هيك قضية شلون أنا ما أرجع؟ يلا حلي يا أخي. أنت تقول لا تقليد، حلي يا أخي. شلون أحل؟ شلون؟ دليل الضرب شنو؟ هاي المسألة مثل هيك قضايا. إذا لابد من الرجوع ماذا؟ إلى ذوي الاختصاص. هاي واحدة فقرة أولى اسمها. الفقرة الثانية شفت لها رجاء بدقة. كلكم القاعدين انتم الآن علماءنا كلهم على رؤوسهم. متفق ولا؟ ما عندنا مصلحة ولا عندنا شيء، بس أسألكم بالله، أنا لما أقلد زيد من العلماء رحمه الله السابقين وحفظ الباقين، أنا من أقلد كشخص لو أقلده شنو بالأحكام الشرعية. شو يقولوا؟ إذا بالحالة أنا هسه قلدته ما قلدته، أنا ما قلدته، أنا كل ما بالأمر أخذت الحكم الشرعي اللي هو وصل إليه بأدلة مو افتحوا بهالشكل. زين أنا أقلد ما حبه وهدى؟ لا. تقليدي إذا بدون معرفة باطل. ليش؟ يعني ما يصير. لابد يعني ماذا؟ أن أتفحص، أن أسأل ذوي الاختصاص. من هو الجامع للشرائع؟ من هو المخالف لهواه؟ من هو المطيع لمولاه؟ من هو الذي لا تعبد الله له تلائم؟ من سمي ما شئت. هاي كلها أسميها في جانب. يلا ذيك الساعة اتخذ القرار. دخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام قال له سيدي يا ابن رسول الله، هؤلاء يقولون أنكم تؤلهون أئمتكم وتجعلون منهم أنهم كالأحبار، والأحبار بالقرآن الذين اتخذوا أحبارهم شنو من دون الله أربابا من دون الله. ايش قال الإمام؟ قال كذب والله ما نحن إلا ماذا؟ عباد مكرمون. بل محمد صلى الله عليه وآله يوم يحيى 5 مرات شو يقول؟ أشهد أن محمدا رسول الله، ويرجع شو يقول؟ عبده ورسوله. قال له إذا سألوك قل أنا لا أعبد جعفر الصادق، بل أعبد النص الذي جاء فيه به جعفر ابن محمد الصادق. أنا نتكلم عن نص، ما شيء ثاني. احنا ما صانعين
اليهود جعلوهم عربان، النصارى جعلوا عربان. ننظر إلى من غاية ما في الأمر. نجي أسأل سؤال ثاني أو ثالث. أكثر الناس هسه الآن تسأل مقلد من؟ يقول مقلد زين من العلماء، إلا رايح لو وصل إلى لا نادر من قليل تلقى ناس رايحة. إذا السوى هو شلون نابع حال اطمئن ليش؟ الشياء الموجود والشهرة. الشياء والشهرة شنو ولا؟ أحد الطرق التي تجعل من هذا مصوغ أن أتبع خطاه وأمشي عليه. فاللي يحل العقدة ما بكم لو فقد الثالث بالولدين، إذا يشير إلى الغيبة الصغرى والكبرى. ثم بعد ذلك ماذا؟ يقول أنتم إذا ما تتبعون طريق محمد وآل بيت محمد ترى أنتم تنتهون، فعليكم وين؟ باتباع هؤلاء. ليش؟ لأن هؤلاء لا يحيدون عنا. هؤلاء أريد نطمئنكم اللي يعدهم وأنتم راح تقلدونهم بهاي، ترى كل اللي يعدهم مالاتنا. فأنت من تجي تقلد لك زين من الناس تجي تناقشه. سيدنا شيخنا هاي مين وين؟ راح يقول تعال هاي طالع هذا عند القرآن وهاي سنة النبي أنا قرأتها واطلعت عليها، المتسع اللي حصلت عليه أنا وصلت القضية هذه. مو هي سنة الميراث مولانا قرأت شنو مطلوب به. زين اجت الموروث الشيعي فيما يخص العقائد، فيما يخص ماذا؟ الأحكام، فيما يخص كثير من القضايا. ترى بالمناسبة هي هم الوالد مسوية هوسة بلاش. ترى احنا مقلدين السليمة شغلات بسيطة. تعرف ليش شغلات بسيطة يقول لك اياها؟ العقائد ما بيها تقليد. يعني لو انت تجي يعني لا اله الا الله تقليد؟ لا. امر فطري. هاي وحده زين التفت. الفرائض بيها تقليد؟ لا ما بيها تقليد. صلاة ما بيها تقليد، صوم ما بيها تقليد، حج ما بيها تقليد، كل ما بيها تقليد. ايش بقى عندك اذا؟ بقى عندك المسائل المبحمة على فكرك، انت فكرك ما تقدر تحلها. مو زين حتى تحصل هناك حجة امام الله تقول له انه انا سلكت هيك طريق. فانا من اجي اسال العالم اقول له هذا الكلام انت الان اللي الصياغه اللي تسويها هاي انت من تلقائك عبرتها؟ راح يقول لا معاذ الله، انا اجتهد قبال القران؟ لا. اجتهد قبال ما جاء به النبي واهل البيت؟ لا. غايه ما في الامر انا انقل لكم شنو؟ صحه الخبر. الكلام هذا صح خطا انتبهتوا ولا؟ ضعيف مضبوط مقصوده شنو؟ لا اكثر ولا اقل. ما تمشي من جيبي ظلت انت بكيفك تريد تمشي وراي بحالي، انا ما جاي امشي من جيبي. تريد انت تتمسك بغيري روح، تريد تظل هيك روح. شو العلاقه بك؟ هاي المساله. فمثل ما عندك يقولون ماكو تقليد، رجعنا نلتفت. يهوي الصح واكثر علم علي بن ابي طالب له عقيل. قد وصل عليه يا غالي؟ جاوبني. شاف روح ابوك ايش بالمعنى عقيل؟ يا عقيل اختر لي مراد. زين من راح عقيل من قال له فلان قلد لو ما قلد؟ انا سمعتكم جاوبوني قلد لو ما قلد؟ قلد تبع. كشف علي بن ابي طالب تبع عقيل. نسال عن الطيب ليش؟ قال هذا متخصص. زين يا علي انت مو متخصص؟ قال انا متخصص بس اتطبق على عين الواقع. أردت لكم أنا على ابن أبي طالب اللي ما يصعب علي شيء مما علمني فيه ماذا رسول الله، لكن أكو تخصص أردت أفتح لكم الباب. أردت لكم ترى أنا على ابن أبي طالب وين ابتديت؟ ولا سلكت عقيل. ليش؟ لأن عنده تخصص في من؟ في الأنساب. فتبعته من قال له أين أنت من فلان؟ عرفها؟ لو كذا أخذها. فهذا مو تقليد. شنو الفرق بين هاي وهاي؟ هو هذا التقليد شنو هو؟ الواد ما ألفت زوبة عصايرة وجايت لك إياها يا أخي مو أنت ما تعرف شلون هاي؟ يعني زين أنت تمرضت مثلا أنت ليش أبو رايح بعد الطبيب؟ والبارحة ذكرنا احنا الناس كالمرضى. إذا رجعت ليش غير تخصص؟ هاي نفس العملية نفس العملية. أنت ليش ما حد تبعد الآن؟ دروس الأكاديمية هاي الأكاديمية مو هاي
طلاب جاي تدرس وتتخرج، تمام ولا لا؟ مو تقلد له انا مش تبي. يعني الخوارزمي صاحب الرياضيات مو عنده قواعد ولا مو جاي كده نمسكها، يعني مو تقليد له لا. ايش بالمعنى لا يجوز ولا ما يجوز؟ عقليات بائسه رايحه منتهيه، هاي تجي تهدر راحاتها. زين؟ فاذا بالعكس من احد اساليب مثل ولا يعني بعباره اخرى السبل الى مولانا تخليص الانسان من المتاهه هو ماذا؟ هو الرجوع علما الى ما اشار اليه الحديث الوارد عن الامام رضي الله تعالى فرجه. فاذا هو يقول ما بكم، يقصد شنو؟ يقول ترى اذا تركتوا طريقنا انتم انتهيتوا رحتوا، ما بكم لو فقد الثالث بظني. زين الامام هسه موجود يا ما موجود؟ موجود غايه ما في الامر. شنو هنا بالحاله؟ نعتقد بوجوده لو لا؟ نعتقد انه يرانا لو ما ايضا. زين شنو الدليل على وجوده؟ انا اجي اقرا روايات موجوده، اقرا روايات متعدده كثيره، يعني اقرا مثلا اقرا قران بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. زين يا رسول الله انت رحت، قال لي الامتداد الى علي بن ابي طالب. يا راحت يا علي، قال الحسن الحسين الى الان شنو؟ زين بعد اكثر شويه سيد الخوي عنده بحث جدا لطيف، عنده بحث جدا لطيف في الاثنى عشر المعصومين. يقول الله تبارك وتعالى جعل 12 ضوء مصباحا يستنير به العباد، ولكن المتطفلون على هذه المصابيح عمدوا إلى أول المصابيح بعد النبي يهو علي بن أبي طالب فقتلوه، وقعت المصباح الحسن فقتلوه، الحسين فقتلوه، السجاد فقتلوه. مولانا وانت ماشي الباقر الصادق موسى الكاظم الرضا الجواد الهادي العسكري، بقى منه بقى واحد حجب العبارة عنه ملتفت، قال ذولا ما يفتهمون، ذولا ايش قاعد يسوون العبارة؟ شنو هالشرذمة هاي؟ شنو هالعنجهية؟ شنو هالفرعنة؟ فحجب عنهم شنو؟ هذا النور كي يستضاء فيه إلى ما شاء الله. يجينا واحد يقول أدري وينك واحد هالقد يعيش يعمل فعلا كذا ماشي بالمنظور، هو تقرأ قرآن؟ شو تقرأ قرآن؟ شو يقول عن عيسى هنا؟ إذا الإمام من سنة 330 29 أو 30 كتبت فيها رياضيات إلى 1445 عدل ولا؟ ايش قد صار الإمام غايب؟ يعني 1145 تقريبا، في 1145 سنة عدل؟ زين عيسى الله سبحانه وتعالى غيب لو مات. يقول القرآن يقول ما قتلوه وما صلبوه إنما شبه لهم يا عيسى قبل شنو؟ إني أرى فيكم كثيرا. شو عيسى صار له قرابة 2000 سنة، قرابة 2000 سنة غايب. الغيبات أيضا مو جديدة علي، الله يضرب الأمثال في القصص في القرآن العفو. مولانا أهل الكهف ايش قد مولانا؟ ايش يقول القرآن؟ يعبر شوف لما يجي إلى قصة العزير يقول فأماته الله 100، لكن من يجي أصحاب الكهف شو يقول ماتوا؟ يقول لا فلبثوا في كهفهم 300 سنة عدد يقول 300 أو يزيدون. الشاهد يسأل بالكلام. إذا هاي مو غيبات، هاي كلها غيبات. موسى مو غاب عن قومه 30 وبعدين 10 صارت 40 لميقات ربه، وجد فتنة السيمري وشلون مولانا السامري شلون صنع لهم من العجين وكذا وهذه وجعلنا شوار وصوت وجولوا له قلنا ما ضربتم عليه من الوسائل. اليوم هم عندنا مولانا من السامري هواي عندنا من ذولا. ملتفت؟ هاي القضية. فإذا إخواني وأحبائي نلتفت قدر الإمكان كل واحد من عندنا. أسألكم سؤال وأختم حديثي، أنت ما حاسب نفسك أن تكون جندي إلى الإمام المهدي؟ شو يقولوا؟ شو ما حد جاوب؟
وتتمنون ذلك ولا؟ طيب ما هو الإعداد؟ شنو استعدادك للإيمان؟ عندك استعداد ولا؟ إذا كل واحد من عندنا شنو لازم؟ يرتب وضعه. ليش؟ لأن من المخجل والمؤسف أن عجل الله تعالى فرجه. افرض هسه هيك ونعم علينا وطلع عليه ما هو رحت له اركض قال لي ارجع منافق، ارجع كذاب، ارجع كذا، شو جوابي؟ فقدر الامكان كون صحح المسار، كون صحح المسار من الان. وعد نفسي اعداد. ولا انت مو صحيح مولانا، انت مو صحيح بالدعاء تمام ولا؟ انت بقبرك شنو قلت لي شنو؟ مجرد سيفي معتذر. وين ولا؟ فلازم كل واحد عنده شنو؟ يعني نفسه ايمان بذلك. هاي المسألة. هسه قد إذا واحد يقول فاتك بعد هواي ناس تمنت أن تكون من جند الإيمان وتنصره. زين ايش تتصور؟ الله تبارك وتعالى وياه صلوا على محمد وآل محمد لا تنعسون. أنت اليوم كل واحد من عندنا هواي ناس كانت مولعة ومحبة للبيت ويتمنى يعيش وياه ولا يتمنى يكون بالضبط الإمام ولا؟ زين راح ومضى. زين عندك اعتقاد يرجعون دول؟ كل يوم إذا عندك اعتقاد بل نلزم. عندنا اعتقاد القرآن والموانئ. القرآن والموانئ. اقرأ آيات القرآن الكريم وشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين واعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ يقول لا احنا بعد ما تطلعون ما بعد طلعتكم شنو؟ فيظهر يخرج صنفان من الناس عودون. صنفين: من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا. ليش يطلعون؟ من محض الإيمان محضا لنصرة الإيمان وأخذ حقوقهم ممن محض الكفر محضا. فبالروايات أول من ينشق عن قبره، وبعض الروايات تقول الحسين، وبعضها ماذا تقول رسول الله، وهلم جرا. انتبه هاي المسألة. فإذا كان كذلك الإمام صاحب العصر والزمان حاضر كربلاء؟ لا شيخنا مين حاضر؟ سنة 255 ولا وقت مولانا سنة 61. زين طيب كاشف المعنى على الزيارة الواردة إلى التفت يقول له يا جد هويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها. يا جد لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. الروايات تقول أن قميص الحسين عند الزهراء تارة وعند الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه من العلامات التي نعم تذكر الإمام أو نعم ينظر إليها. يقولون ينظر إلى قميص الحسين يرى عليه الدم الجامد فيخاطبه يا دم متى تعود دما عبيطا فأخذ بحقي من هؤلاء الدعماء. عبارة عن قميص الحسين ينشره على رأسه. انتبه بهذا المعنى. هل بالروايات وحسب زيارة المنسوبة للإمام صاحب العصر والزمان زيارة الناقل قل يا جد يا جد يا جد وأسرع فرسك شاردا محمحما باكيا فلما رأينا النساء جوادك مهديا والسرج عليه ملويا برزنا من الخدور ناطمايات وإلى مصرعك مبادرات فلما رأينا النساء جوادك مهديا والسرج عليه ملويا برزنا من الخدور ناطمايات
وبالعويل داعيا وإلى مصرعك مبادرا إلى أن جئنا دارا حول جسد المولى بعبد الله. دنت زينب نظرت إلى أخيها: أخي أنت الحسين، أنت ابن رسول الله، أنت ابن فاطمة الزهراء، أنت ابن أمير المؤمنين. ما أجابها. قعد اليم واليمة ينحبايا سكنت عدد الوين بجن الرباب الصيح والله خيل الطول وين تجمعي يا سكنة لا تدري. سكينة مع زينب تقول يا عم خلني يا زين وما بيني وبينك نسير بالجد يخيك عينك وليش يا عم يا جرح ماضي وضده. أنت المعزى يا صاحب الزمان تقول يا عم شلون وسهم الذي واقف بجبده يا عم الثاني نصرت ظهري تعال. أنا ماذا صار وعداي كنت أعتزم وصير. إنا وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أنا أوصاني بالدعاء من كان له مريض ربي شافي وعافيه وداويه بدوائك وشافيه بشفائك وعافيه من بلائك بحق مريضك البلاء العالمين. ومن كان صاحب حال ربك هذا بحق باب الحوائج موسى في جعفر. اللهم وعجل فرج من بفرجه فرج أوليائك وجعلنا من أنصاره وأعوانه والذين تحت لوائه. الإخوة اللهم احفظهم فردا فردا سيما المؤسسون أمواتنا أمواتكم أموات السامعين أموات مؤسسي هذا الغداء. نهدي لأموات الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآله.